السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة لذيذة سريعة، اقتصادية جدا جدا. هوريكم قد ايه هي اقتصادية وهترمي معايا ما شاء الله، يعني هتكفي عيلة. تابعوا معايا الفيديو، ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوباية الا ربع من اللبن او من الحليب، كوباية الا ربع من الدقيق، ومعايا بصلاية كبيرة بشرها بالمبشرة كده او اضربيها في الكبة، وكمان ربطتين من البقدونس مقطعاهم صغير زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نشوفوا ازاي المكونات السهلة البسيطة دي مع مكون تاني، يعني ربع كيلو منه. هنعمل بقى وصفة ما شاء الله هتكفي عيلة. هجيب البولة بتاعتي اهي، وفيها ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ربع كيلو بس. طب ايه علاقة اللحمة باللبن بالدقيق؟ هقول لكم دلوقتي حالا. اللحمة بس ايه كانت يعني متلجة شوية، فعاملة كتلة، فهفكها دلوقتي معاكم. خلاص هبتدي انزل عليها بس بالبصل والبقدونس. البصلة مبشورة ومتصفية من المية عشان متفكش منك، والبقدونس طبعا مغسول ومتقطع صغير زي ما انتوا شايفين. هبتدي اجيب عليهم واحدة مكعب مرق، مكعب مرق لحمة. مش حابين مكعب خلاص مفيش مشكلة، بس المكعب بيديها طعم حلو قوي. ولازم تتأكدوا ان هو يعني داب قوي مع الخليط بتاعك، علشان ما تلاقيش عامل كتل وطالع مثلا في قطعة معينة، لا يبقى كله واخد نفس الطعم ومفيش تكتلات فيه. تمام. بعد كده بقى هبتدي انزل عليها بشوية من الفلفل الاسود. هنتبل التتبيلة بتاعتنا كأنك بتتبلي كفتة بالظبط. فلفل اسود، جوز الطيب، حطي سنة جوز الطيب صغيرة، لو عندك قرفة وجنزبيل. حطي سنة ملح طبعا، مش هنحط ملح كتير عشان المرقة. طبعا تقدري بعد ما تعجني كل الخليط ده مع بعضه تدوقي، لو محتاج ماشي مفيش مشكلة، لو مش محتاج يبقى خلاص. تمام. هنتبل بقى تتبيلة عادية خالص زي تتبيلة الكفتة دي، سنة قرفة وجنزبيل وبهارات لحمة لو عندك وجوز الطيب وسنة ملح والمرقة بتاعتنا. كده بقى يعني تتبيلة خطيرة. تمام. هبتدي بس ايه اول حاجة كده، انا هنا دي برضو جنزبيل. طبعا الجنزبيل يا جماعة ما تكتروش. الجنزبيل يعني القرفة دي سنة رشة بسيطة، والجنزبيل الرشة أكبر منها حاجة بسيطة برضو. تمام. هبتدي بقى أقلب كل الخليط ده كده مع بعضه. برضو هقول لكم ايه علاقة اللبن والدقيق، هقول لكم دلوقتي برضو ايه علاقة اللبن والدقيق. ما شاء الله، يعني بصوا احنا لسه ما كملناش بقيتها، وما شاء الله شايفين الربع كيلو بقى قد ايه. عشان كده بقول لكم هتكفي يعني ما شاء الله. طبعا احنا في الايام اللي احنا فيها دي بندور على الحاجات الموفرة، الحاجات اللي ترمي معايا ما تقللش من الوصف. هبتدي بقى اجيب كوبايه الا ربع من الحليب او من اللبن، وابتدي انزل على اللحمه بتاعتي. طبعا دي بتديها طراوه، بتبقى جميله ولذيذه، تبقى طريه من جوه قوي وبتبقى مقرمشه من بره. شرب بقى الخليط كل ده من الحليب بتاعي، وبعد كده هبتدي بقى انزل عليهم بكوبايه الا ربع من الدقيق، واحده واحده كده. الدقيق برضو ايه، قلب بقى كده. النتيجة دي يا جماعة بجد معتمدة، لازم تاخدوها بجد حلوة قوي، جربوها هتعجبكم جدا جدا. بقلب بقى كده، لازم اضمن ان كله شارب من الدقيق ومن اللبن. خلاص. حبة حبة الدقيق بتنزلي بيه حبة حبة عشان تعرفي توزعيه كويس في اللحمة بتاعتك. ترمي بقى معاكي الوصفة، ترمي بقى على قد ما تقدر. قلب بقى كده، قلب قلب. وطبعا مهم جدا جدا بعد ما تخلصي الخليط بتاعك ده تغطيه كأنك بالظبط كده بتخمري خميرة. في خطوة انا نسيت اقول عليها، هقول لكم دلوقتي حالا. معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا انا كنت ناسيها، بس طبعا انا افتكرتها الحمد لله في اخر وقت، وهنزل بالبيكنج باودر حالا. معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بصوا انتوا مجرد ما تحطوا دي، بصوا اللحمة بتشربها على طول. اهو اللحمة فيها سائل وفطرية فبتشرب. طبعا عشان ما يطلعش معاكي مكتومه بعد الدقيق اللي احنا حطيناه ده، يبقى لازم تحطي ايه، المعلقه الصغيره من البيكنج باودر.
وزي ما قلت لكم بصوا الخليط عامل ازاي، ناعم ازاي، ناعم جدا. طب دي هتصرف فيها ازاي؟ بصوا بقى، لو انتوا ما حطيتوهاش في التلاجة، انا هقليها. هتقليها بنفس الطريقه اللي انا عملتها دلوقتي، تاخدي بالمعلقه كده على حرف المعلقه وتنزلي بيها في الزيت. تمام. بس انا حابه ان انا اكورها بايدي عشان اتحكم في الكور، فانا هغطيها بكيس، وهبتدي اسيبها في التلاجة يعني على الاقل خالص نص ساعه، تمسك نفسها، تطلعي تدهني ايديكي بالزيت، تبداي تحمري فيها. طيب الخطوه التانية او الطريقه التانية، احنا ممكن ان احنا نفردها في صينيه وندخلها الفرن، ونحددها كده قبل ما ندخلها الفرن بالسكينه وندخلها. بس طبعا وهي متحمره ليها طعم تاني احلى واجمل بكتير. قلبت بس المعلقه الصغيره من البيكنج باودر، كنت هنساها، فطبعا ده ما كانش هيبقى حلو خالص، فاوعوا تنسوا معلقه البيكنج باودر الصغيره. وهسيبها في التلاجة بقى ونرجع نشوف هنعملها ازاي. بصوا كده خلاص طلعت من التلاجة اهي، مسكت نفسها خالص. هدم بس ايدي ايه حاجه بسيط كده، الصوابع بس من بالزيت، وابتدي اخدها كده اهو. بصوا بقى، ولا بتلزق ولا حاجه اهي، منتهى السهوله. بعد ما بتسيبيها في التلاجة بتمسك نفسها اهي. بصوا واحده تانية اهي، برضو ادهن ايدي بسيط خالص كده من الزيت. انتوا متخيلين بقى دي هترمي معاكم قد ايه لو عملتوها بنفس الطريقه كده وكورتوها؟ يعني لو ربع كيلو لحمه عادي مش هيرمي معاكي الرميه دي. ده ما شاء الله عامل لي طبق كبير، مش هتصدقي ان دي ربع كيلو لحمه مفرومه. هنجيب بقى طاسه وابتدي انزل فيها بزيت، طبعا مش بحط زيت كتير. تمام، براحتك انت، لو حابه زيت غزير براحتك، لكن هو بص مش كتير زي البطاطس كده بالظبط. سيبه بس يبتدي يسخن معايا، وابتدي انزل بالقطع الكفته بتاعتي. ما تقلبيهاش غير لما تحسي انها احمرت من تحت، علشان ما تتكسرش منك. اي كفته كده على فكره، مش الكفته دي بس، اي كفته كده لازم تصبري عليها لحد ما تحمر من تحت. الزيت سخنه وزي ما انتم شايفين. تمام، طبعا ما تكبريهاش، ما تكبرش القطعه علشان تعرف تستوي من جوه. اهو شايفين اهو. والقلبه اللي تقلبيها عليها ما ترجعهاش تاني، علشان ما تفرفتش منك في الطاسه، هي قلبه واحده كده بس. خلاص اهو، منتهى السهوله، حلوه لذيذه سهله سريعه ما شاء الله. يعني رمت كتير هوريها لكم دلوقتي، وطعمها يا جماعه خطير. جربوها بسرعه، وبربع كيلو لحمه لو طبوا عليكي عزومه هتعملي ربع كيلو لحمه جنب مكرونه وبطاطس وسلطه وسلطه طحينه. بجد يعني هتبقى أكلة مشبعة جدا ولذيذة، وكل اللي بياكلوها هينبسطوا منك جدا جدا جدا. خلص بقى الكمية بتاعتي، بصوا انا بوريكم شكلها بس، خلص الكمية بتاعتي وارجع بقى اوريكم الشكل النهائي عامل ازاي. شايفين ما شاء الله يعني يا جماعة تحفة. هجيب بقى طبق كده، وابتدي بقى انزل كده ما شاء الله على البقدونس اللي انا حطاه. شايفين بقى ما شاء الله، شايفين الكمية؟ حد يصدق ان ده ربع كيلو؟ يلا بقى بسرعة، بصوا بقى من جوه لحمة دي بقى ولا مش لحمة، بصوا الجمال والحلاوة، تحفة. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.